هعمل معاكم النهارده الباتون ساليه في البيت بطريقه سهله جدا وكمان مقادير مظبوطه قوي. هنحتاج في الوصفه دي كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من الزبده الطريه، وهنحتاج معلقه كبيره من الكمون الحب مش هينفع المطحون، معلقه صغيره من البيكنج باودر والملح زي ما تحبي، ونص كوبايه من الميه علشان العجن. هنجيب بقى البوله اللي انا هعجن فيها، هنزل فيها بكوبايتين الدقيق. لو انتي اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي له لايك وشير. نزلت بقى بكوبايتين الدقيق وهكتب لكم كل المقادير تحت في الديسكريبشن بوكس، وهنزل عليهم بنص كوباية من الزبدة الطرية. اهم حاجة هنا ان احنا مش هينفع ان احنا نستخدم زبدة جامدة من التلاجة عشان تسهل عليا العجن. وكمان هنزل عليها بالمعلقة الكبيرة الكمون والملح والبيكنج باودر، وهقلب بقى كل المكونات دي كويس قوي مع بعض. بعد كده بايديا بقى هبدأ ان انا افرك الزبدة مع الدقيق بالشكل ده كده لحد ما يتغلف كل الدقيق بالزبدة. اهم حاجة ان انا اتأكد ان مش هيبقى فيه اي تكتلات خالص من الزبدة او الدقيق. ابدأ ان انا افركهم بايدي كده لحد ما كل الزبدة والدقيق يختلطوا ببعض. هنزل بقى عليهم بالمية شوية شوية كده وعجن لحد ما العجينة تلم معايا. انا في الوصفة دي استخدمت نص كوباية المية وكان متبقي منها حوالي معلقتين كبار، وطبعا دي بتفرق على حسب نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه. اول ما الاقي العجينة بتاعتي لمت كده خلاص ابطل ان انا احط مية. هعجنها بقى كده شوية. في الوصفة دي مش هنحتاج ان احنا نعجن كتير، هو يا دوب بس العجينة تبدأ ان هي تلم معايا بالشكل ده كده، وهتبقى عجينة طرية وبتلزق حاجة بسيطة. اول ما توصل للقوام ده كده خلاص هي جاهزة معايا. هجيب بقى طبق واحط فيه العجينة، وهمسح ايديا كده مسحة زيت حاجة بسيطة، وهحطها على وش العجينة، وهسيبها ان هي تستريح لمدة ساعة. ده اقل حاجة، ممكن تسيبيها اكتر كمان لو انت عايزة. بعد الساعة بقى هبدأ ان انا اشتغل فيها. هجيبها كده وافردها كده رول، وابدأ ان انا اقطعها لقطع صغيرة بالشكل ده كده. هاخد بقى قطعة صغيرة من اللي احنا قطعناهم دول، وهبدأ ان انا افردها. لو العجينة ارتاحت كويس هتلاقيها بتتفرد معاكي بسرعة جدا وبكل سهولة. افردها كده من جوه لبره بالشكل ده، وعلى حسب طول الصينية بقى هعمل الطول بتاع الباتون ساليه. نحتاج صينية بتخش الفرن او صاج او اي حاجة بتدخل الفرن، وهديها مسحة من الزيت كده بالفرشة، وهرص فيها الباتون ساليه. بس احنا مش هنعمله ولا رفيع قوي ولا يكون سميك قوي، عايزين العجينة متوسطة، ونعمل حساب كمان ان هي هتنفش شوية في الفرن. خلصت بقى كده كل الكمية بتاعتي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. بطهم بس كده في الصينية ان انا ابعدهم عن بعض عشان تبقى العجينة مرتاحة معايا، وكمان هتنفش شوية في الفرن. انا بقى هقسمهم كده نصين، اعملي الطول اللي انت تحبيه. لو انت عاملة صينية اكبر او صاج اكبر هتحتاجي مثلا انك تقسميهم على 3 زي ما تحبي حسب الطول اللي انت عايزاه. هسيبها تاني ترتاح لمدة نص ساعة، وبعد كده هجيب طبق او كوباية كده فيها شوية من اللبن، ومعايا فرشة عشان امسح على الوش بتاع الباتون ساليه. ومعايا هنا بقى حبة البركة، سمسم وكمون لو تحبي ان انتي تحطي كده على الوش، او عايزة تسيبيه زي ما هو كده زي ما تحبي. بالفرشة كده همسح على الوش بتاع الباتون ساليه، ودي خطوة مهمة جدا علشان هتظبط معاكي اللون والتسوية بتاعته. حطيت بقى كده على الوش حبة بركة وسمسم وكمون، وتقدري كمان ان انتي تحطي رشة ملح لو انتي بتحبيه حادق شوية. اهم حاجة بس تدوسي عليه كده بالراحة علشان يلزق فيه وما يقعش بعد كده. التسوية بقى فرن سخن على درجة حرارة 180، وبياخد حوالي من 25 ل 30 دقيقة، وبالتبعية على حسب الفرن بتاعك. اول ما بنلاقيه بقى استوى من تحت كده واحمر، بنشغل عليه الشواية لمدة 3 او 4 دقايق علشان ياخد لون حلو من فوق. بصوا بقى طالع شكله عامل ازاي. بصوا اللون بتاعه، بصوا اللون، بصوا الظهر مستوي زي الوش بالظبط، واخد لون حلو جدا جدا.
بصوا كمان من جوه تسويته كانت مظبوطة جدا بجد. هي وصفة سهلة وسريعة والمقادير بتاعتها مظبوطة قوي، وكمان حقيقي كان طعمه حلو جدا. تقدري تعملي طبعا كمية وتشيليها بقى عندك تفطري بيها سناكس للولاد، بجد هيحبوه جدا. طعمه كان حلو قوي. اتمنى ان انتي تجربيه وتقولي لي رأيك في الكومنتس. لو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير. اتمنى تشوفي الوصفات اللي قبل كده وتعجبك، واستنيني ان شاء الله في الوصفة اللي جاية.